هل تقبل الناس تتعاطف وياك؟ أكيد لا. أكثر شيء أكرهه بالإنسان التعاطف. دنق على رجلي وباساها. الله. الصراحة هذا الموقف يعني حيل أثر بي وما عرفت يعني بعدين شنو أحكي شنو أقول. سالفة ال5 مليون مال أبو جنة كان اتفاق؟ الحمد لله أنا يعني ما تركت إنه أصعد ويا بنات، ما جاي أصعد ويا بنات بس بعد ما شفناك بالعمرة رجعت سألت بنات. سربت له شوي من الأسئلة. 2 3 كيو. حياكم الله متابعينا ورمضان كريم عليكم ويناد عليكم بالصحة والعافية. ضيف الحلقة اليوم مهدي العالمي. حياك الله مهدي العالمي ببرنامج مشهور ترند ورمضان كريم عليك. حبيبي عباس علينا وعليكم إن شاء الله جميعا. مهدي، أنا الإعداد مو أنا كاتبه والأسئلة كلها من الجمهور. أوكي. نبدأ بالسؤال الأول. مهدي العالمي، بشنو أنت عالمي؟ وكلمة عالمي شخص عنده إنجازات، شخص مقدم. اسمي مهدي العالمي لأنه أنا قويت هواية ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة وعندي إنجازات تثبت هذا الشيء. شفناك أكثر من صورة وهي شخصية معروفة مثل الحاج باسم الكربلائي، الشيخ علي المياحي، وبعض نخبة من المنتخب العراقي والمدرب كأساس. هل تعاطف من عندهم تجاهك لو أنت تقدر توصل لأي شخصية؟ لا أكيد أنا بالنسبة لي ما أحب الشخص المقابل إنه يتعاطف وياي، لكن الحقيقة تنقال أنا إنسان بطل والناس دائما هي اللي تجيني مو أني أروح لها، والدليل جاي تشوف بعينك إنه هاي الشخصيات اللي ذكرتها هم كلهم دازين علي. ليش تكون مشاهدتك عالية بالمشاية؟ سؤال حلو. مثل ما قلت أنت مشاهداتي تكون عالية بالمشاية لأنه أنا أحمل صورة الإمام العباس عليه السلام وأمشي. أكو قصة لهذا الموضوع؟ أكيد كمنظر إذا تشوفها أنت من ناحية المنظر فأني منظري مقارب للإمام العباس عليه السلام. ما جاي أشبه، ركز، ما جاي أشبه، جاي أقول لك كمنظر إنه أني أشبه بس فقط. ليش ترك الأطراف؟ تخاف يقل جمهورك؟ شوف أنا ركبت أطراف بس للأسف كانت تجربة فاشلة وابتعدت عنهم، بس إن شاء الله بالمستقبل راح تكون لابس أطراف حقيقية وزراعة. زين. أكو موضوع إنه لازم نتطرق له وأكثر من شخص حكالي بهذا الموضوع. من نشرت ضيف حلقتي اليوم مهدي العالمي. سالفة